السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بوصفه قمر زيكم كده. فراخ روستو بالبرتقال، حاجه من الاخر. طعمها فعلا وهم حقيقي يعني. هتخسروا كتير فعلا لو ما جربتوهاش. حاجه كده قمرايه في عزومه، سفره رمضان اكيد، واحنا داخلين على رأس السنة كمان. هتبقى حلوة قوي قوي في رأس السنة. يلا بقى بسم الله ونشوف مقاديرنا. انا عندي ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، عندي معلقة توم فريش، معلقة صغيرة يعني، فصين توم مهروسين، عندي كمان معلقة من بشر البرتقال، عندي قرفة وجنزبيل. والقرفة حلوة قوي قوي مع خليط عصير البرتقال. عندي معلقتين زيت، ودول معلقتين عسل اسود، ممكن تستبدليهم بعسل ابيض، اسود او ابيض بس مش دبس رمان. بس عندي كمان كوباية من عصير البرتقال الفريش. هنقلب كل المكونات كويس كده مع بعض. ممكن تستبدلي الثوم الفريش دوت مع بتوم باودر. قلبي كويس، اخلطي المكونات دي كويس قوي مع بعض. عندي بقى الفرخة مغسولة ومنقوعة. انا فصلت الجلد كده عن اللحم، وهبتدي اعمل فتحات كبيرة شوية في قلب صدر الفرخة. يعني غوطي الفتحة لتحت شوية عشان لما تتبلي توصل التتبيلة لكل حتة في الفرخة بتاعتك، تطعمها كلها كويس. فانا هعمل فتحات كبيرة وغويطة شوية اوصل للاخر يعني، لحد ما توصلي للعظم من تحت كده. طبعا الفرخة متصفية، ما تسيبيش فيها مية عشان تشرب التتبيلة بسرعة، اسرع واحسن. ادي التتبيلة بتاعتي بقى. هبتدي اللي انا اول حاجة هدخل منها تحت الجلد وجواها، افتح كده وادخل من التتبيلة بتاعتي جواها وفي قلب الجلد. التتبيلة كده قبل ما تنزل حتى يعني ريحتها يا جماعة والله حلوة جدا وتحفة. وابتدي اعملي بقى الفرخة بتاعتك مساج، ودخلي التتبيلة في قلب الفتحات بتاعت الفرخة دي، ودلعي فرختك بقى، اعملي لها مساج دلع. وزعي التتبيلة بتاعتك كويس بره وجوه، ما بين الوراك بتاعت الفرخة، من فوق وفي كل حتة فيها. ما تسيبيش حاجة من غير ما تتبليها. سيبيها بقى كده اقل حاجة طبعا ساعتين، يا ريت من بالليل لحد الصبح. انا الحقيقة هسيبها ساعتين بس. كويس. بعد ساعة بالظبط هبتدي ان انا اقلب الفرخة على الاتجاه التاني في قلب التتبيلة، يعني سيبيها ساعة كده وبعد كده اقلبيها على الناحية التانية. نشوف بقى بعد الساعتين. عندي بصل حبايتين بصل كبار قطعتهم شرايح، عندي برتقان كمان شرايح. في صينية بقى، ممكن تعملي ده كله في كيس حراري على فكرة، وممكن تعمليه زي ما انا هعمل كده النهاردة في صينية. وزعي البصل بتاعك ووزعي عليه شرايح البرتقال كده ورصيه، يعني برضه يبقى الشكل حلو. مترميش الحاجة كده وخلاص يعني، اهتمي بحاجتك وبشكلها. بس كده انا رصيت البرتقال كله معايا. اجيب الفرخة بتاعتي بقى اللي انا دلعتها وهحطها من فوق الحاجات اللي انا حطيتها دي. عايزه اقولك انت ممكن تجيبي شرايح بطاطس لو حابه، وهبتدي انزل عليها التتبيله من فوق الوش. انا ما حطيتش ميه بقى تاني ولا اي حاجه، هي الفرخه دي اصلا هتنزل ميه وهتبقى فل. ما غطيتش، هسيبها في فرن درجه حراره 200 من تحت، الرف اللي من تحت يا جماعه. هتقعد من 45 دقيقه لساعه. تطلع قمر كده، قمر بس مستويه خالص جدا وتحفه. عايزه اقول لكم ريحتها حقيقي تجيب من اخر الشارع زي ما بيقولوا. والصوص بتاعها ده اكيد انا مش هسيبه. على رز كده بقى وكليه وبألف هنا عليكم.
عايزة اقول لك كمان ان التتبيلة دي شغالة ببط او رومي، بس البط او رومي لازم تغطيها فويل الاول وبعدين تبقي تشغل عليها الشواية تاخد وش. انا ما غطيتش الفرخة لان انا بتستوي بسرعة. يا رب النهارده وصفتي تكون عجبتك وما كنتش تقيلة عليكم. اشوفكم فيديو جديد، مع الف سلامة.